السلام عليكم، عاملين ايه؟ الواحد بقاله فترة يعني بعيد شوية عن السوشيال ميديا والدنيا والحياة وطبعا فلسطين ومشاكل الدنيا كلها خلي الواحد لاهية عن أي حاجة، يعني ميفكرش في حاجات كتير. بس بصراحة يعني موضوع الكرة النهاردة ده ومنتخب مصر واتغلب 6 من المغرب، بصراحة يعني حاجة مستفزة. بصراحة يعني يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي بتطلع الواحد شوية من قرف الدنيا والحياة اللي احنا فيها والمشاكل والظروف. يعني ايه ده؟ ستة من منتخب المغرب، مع احترامي طبعا المغرب منتخب محترم جدا وكويس جدا، وطبعا هو رابع العالم في المنتخب الاول، لكن مش لدرجه ان غير ستة. يعني مش ستة من المغرب. يعني المنتخب يعني كان اداؤه مش كويس في المباراه ديت، مع ان يعني كان اداؤه كويس جدا في الماتش بتاع فرنسا وقبليه ماتش الباراجواي. بس انا متهيألي هو المنتخب كان يعني منهزم نفسيا ومنهزم يعني منهزم كمان جهدا، اللي هو يعني بذل مجهود جامد جدا في الماتشين اللي قبليه، لكن مش ستة. يعني مع احترامي يعني مش ستة، ما يتغلبش ستة. فطبعا يعني انا مش فاهم يعني، بس برضو يعني انا بقول ده ناتج عن الكرة في مصر عموما، يعني وازاي يعني بتدار الكرة في مصر عموما. ده النتيجة النهائية للرياضة المصرية عموما. طبعا احنا كلنا شايفين الفضايح اللي موجودة في كأس في الأولمبيات. طبعا النتائج ما شاء الله جميلة كلها، يعني 155 لاعب راح الأولمبياد، ميدالية واحدة برونزية. طبعا انا مش ان انا يعني انا مش باجي على على اللعيبه اللي بيلعبوا، او ان انا مثلا يعني ببخس من تعبهم. هم ليهم طبعا الحق، هم تعبوا ليوصلوا الاولمبياد. لكن انا كمصري او انا كمواطن مصري، انا عايز اشوف منتخباتي او لعيبه في الاولمبياد تعمل نتائج زي باقي المنتخبات. يعني انا مش هقول طبعا ولا الصين ولا امريكا ولا الدول، طبعا ما نوصلش الناس دي، بس اقرب مثال مثلا عندك كينيا، اثيوبيا. المغرب جابت ذهب، الجزائر جابت ذهب. يعني ليه؟ يعني احنا اقل منهم في ايه؟ اقل منهم في ايه؟ فالرياضه المصريه فعلا يعني حاله صعبه جدا. وطبعا يعني ملخص الحاله والعبث في الرياضه والكوره حصل النهارده لما اتغيرنا 6 من منتخب المغرب. وطبعا منتخبنا ده كان اشباح. طبعا ما فيش روح، ما فيش خالص يعني يعني اي روح ان احنا نحاول نحصل النتيجه. لكن هم اصلا كده كانوا منهزمين من اول مباراه بعد ماتش فرنسا، طبعا اللي هم كان خلاص كان فاضل 6 دقائق ونفوز بالمباراه ونصعد نهائي. فطبعا زائد جهد بدني، طبعا ماتشين لعبنا وقت اكسترا تايم، زائد كمان اصابه زيزو طبعا اثر على الفريق وروح ونفسيه اللعيبه. زائد طبعا كده كده برضو اتحاد الكوره اللي هو يعني اتحاد ضعيف، مش عارف يدير الكوره في مصر. انا اسف طبعا، انا مش بقلب الموضوع زمالك واهلي ولا اسماعيلي ولا بيراميدز ولا الكلام ده ككله، بس بصراحه اتحاد كوره ضعيف. يعني اتحاد كوره ضعيف، مش قادر يمشي كلمته على الانديه. يعني الاهلي مش عايز يجيب لعيبته، بيراميدز مش عايز يجيب يبعت لعيبته. يا جدعان ده منتخب اولمبي، ده يعني المفروض ده منتخب، مش بقى مش نادي. لكن هو ضعيف جدا وعايز يريح ده وعايز يريح ده، والاخر النتيجه هو ده الناتج، ان الراجل ميكالي ما عندوش دكه. فطبعا اللعيبه اجهدت. فيعني اتحاد كوره ضعيف، بالعكس اتحاد الكوره المغربي ما شاء الله جاب اللعيبه كلها، جاب لعيبه محترفه. طبعا احنا فشلنا نجيب محمد صلاح، فشلنا نجيب عمر مرموش، فشلنا نجيب تريزيجيه، فشلنا نجيب اي لاعب. يعني اسهل احنا فشلنا نجيب لعيبه محليين، هنعرف نجيب لعيبه دوليين. فانا برايي اتحاد الكوره ده يمشي. يعني ان انا سمعت ان هو جمال اللي هو جمال علام اللي هو رئيس الاتحاد المصري عايز يخلي الانتخابات في يناير. لا انا مش شايف بصراحه عليك لازم تقعد لحد يناير، انت تتكل على الله كده وتاخد شيلتك وتتكل على الله وتستقيله بعد الفضيحه بتاعت السته ديت. يعني انا مش فاهم انت عايز تقعد عشان ايه يعني؟ انت بقالك 4 سنين ما فيش اي حاجه، المنتخبات كلها بتاعتنا زيرو. فانا مش فاهم يعني انت عايز تقعد تعمل ايه؟ فيعني رحمكم الله يعني كده، ويعني وارحمونا معاكم واتكلوا على الله، وكفايه اللي حصل في الكره المصريه وتدميرها. طبعا باستثناء الانديه، الاهلي بياخد بطولات افريقيه والزمالك برضه خد الكونفدراليه، يعني دي كلها مجهودات شخصيه للانديه. لكن انت كاتحاد كره انت مالكش اي لازمه، مالكش اي بصمه. اتحاد الكوره كله مش اي بصمه.
فيعني يرحمكم الله كده، خدوا نفسكم كده واتكلوا على الله، ويسيبونا بقى نلملم نفسنا شويه بعد الفضيحه بتاعت ال6-0 المنتخب الاولمبي. شكرا.